على مدار ال 22 سنه اللي فاتوا اللي انا عشتهم اتفرجت على افلام كتير ومسلسلات كتير، اتفرجت على كل حاجه ممكن تيجي في بالك، حاجات حلوه وحاجات وحشه، شفت كل الانواع، مصري كوري انجليزي ياباني افغانستاني كل حاجه. ولكن كان في نوع من المسلسلات لما كنت بتفرج عليه كنت بحس باحساس غريب، كنت بحس بالخوف وعدم الامان، عشان لما كنت بخلص اي حلقه من المسلسلات دي كنت بسال نفسي سؤال واحد بس: هل لو انا كنت في المسلسلات دي كنت هقدر اهرب؟ وده اللي هنتكلم فيه النهارده. ففيديو النهارده هتكلم عن مسلسلات مستحيل اي حد يقدر يعيش فيها، وفي اخر الفيديو هتكلم عن ارعب مسلسل ممكن تشوفه في حياتك كلها، وكمان هفك اللغز بتاعه الغريب اللي ناس كتير جدا مش فاهماه. تمام، انا ما اعتقدش ان في حد بيتفرج على الفيديو ده ما يعرفش المسلسل ده، عشان المسلسل ده يعتبر ايقونه من ايقونات المسلسلات اللي بتفضل عايشه لسنين طويله جدا قدام، وعشان برضو ده تقريبا اطول مسلسل ممكن تشوفه في حياتك كلها. كل ما تخلص موسم هتلاقي موسم جديد، كل ما تخلص موسم هتلاقي برضو موسم جديد. بس انتوا عارفين رغم ان المسلسل ده طويل بس في الحقيقه هو ممتع جدا، حتى لو في حلقه ما فيهاش احداث، بس في الاخر انت بتتفرج وانت مستمتع باجواء المسلسل، الهدوء المرعب اللي في الشوارع كلها والبيوت المهجوره والزومبي اللي في كل مكان. ايه ده ثانيه واحده، زومبي للي ما يعرفش. فباختصار في يوم من الايام صحي من النوم واحد اسمه ريك جرايمز، وده شرطي بيلاقي نفسه صاحي من غيبوبه وهو في مستشفى شبه مهجوره، كل اللي فيها متدمر ومتكسر. بيلاقي كلام مكتوب على الحيطه معناه ان في خطر كبير جدا في المدينه، في كارثه ولازم تهرب. بيطلع من المستشفى مش بيلاقي اي حد غيره في الشارع، وبيلاقي حواليه جثث بالهبل ميتين. فبيعرف ان في فيروس منتشر بقاله مده. بس ثواني، عشان ده مش زي اي فيروس ممكن تشوفه في حياتك، مش دور برد مثلا ولا احتقان في الزور، لا، فيروس موجود في كل سكان المدينة، ولكن مش في المدينة دي بس، ده كمان موجود في كوكب الأرض كله. فيروس بيخليك لو انت مت بأي طريقة، سواء حادثة عربية أو حتى لو انت وقعت من على السلم، فانت مش هتموت موتة طبيعية، انت بعدها تتحول لزومبي، هتتحول لكائن مش بيحس بأي حاجة. لو قطعت رجله عشان توقفه مش هيحس وهيمشي على ايده، حتى لو انت قطعت ايده ورجله ممكن برضه يمشي على دماغه، انت مش هتقدر تعمل أي حاجة معاه. وكمان عندهم عينين، ولكن المرعب ان هما مش بيستخدموها أصلا، عشان هما بيعتمدوا بشكل اساسي على حاسه الشم والسمع. بيعرفوا يميزوا كويس جدا ريحه البشر، وبيقدروا يسمعوا حتى خطوات الرجل البسيطه. يعني مثلا لو انت ماشي في طريق لوحدك ولقيت زومبي واقف قدامك، انت مش هتكون محطوط في مواجهه واحد ضد واحد، عشان بمجرد ما الزومبي ده يشوفك هتلاقي بعدها جيش كامل من الزومبي بيلاحقك، كانهم كلهم بيتصارعوا وبيتحاربوا عشان ياكلوك انت. تخيل جيش من الزومبي ميت بقاله مده طويله جدا، جسمهم متعفن وحالتهم حاله، فلما يشوفوا كائن حي صحته كويسه وهو بياكل وبيشرب هيعملوا معاه مثلا حرفيا وقتها هما مش هيسموا عليه وكلهم هيهاجموا عليه فورا. ولو قدرت بطريقه ذكيه تهرب منهم، فانت هتلاقي نوع تاني من الناس اخطر من الزومبي ذات نفسهم بكتير. نوع من الناس بيبقى مسيطر على كل اللي حواليه، ومش كده وبس، بيبقوا تحتيه الوفات من البشر تابعين ليه، وده عشان الموارد اللي في المدينه بتبقى قليله جدا وشبه معدومه، فالناس الضعيفه بتبقى محتاجه للامن والامان والاكل والشرب، فبيلجأوا لواحد ليه نفوذ عاليه زي نيجن مثلا، مقابل ان هم يبقوا شغالين عنده. واللي يزعل اكتر ان حتى اقرب صاحب ليك ممكن يغدر بيك في اقل من ثانيه، انت مش هتبقى عارف تثق في اي حد حواليك. حرفيا البيئه اللي انت هتبقى محاط بيها هتحولك لشخص غريب جدا من نفسك، هتحولك لشخص انت مش هتكون فاهمه. زي ريك جرايمز مثلا، ده شخص في الاول ما كانش بيستحمل اللي هو يقتل زومبي. انت متخيل زومبي مهمته الاساسيه اللي هو يقتل البشر، ريك ما بيكونش عايز يقتله، وده مش خوف منه ولا حاجه، لا، ريك كان حنين وقلبه طيب، مش بيقدر يقتل اي حد بسهوله، لحد ما بيحصل حاجه بتحوله لشخص شرير ما يعرفش معنى الرحمه. وده لما شين اعز صاحب لريك غدر بيه وكان عاوز ياخد مكانه في كل حاجه، لدرجه اللي هو كان عاوز ياخد ابنه ومراته. بدا يستدرجه للغابه ويطبق عليه الالعاب الخبيثه بتاعته عشان يخلص عليه، بس هنا ريك كان فاهمه كويس وفي الاخر هو اللي قتله. ومن وقتها ريك اتغير وبقى ماشي بمبدا اقتل قبل ما تتقتل. يعني قول لي مثلا لو انت كنت في المسلسل ده كنت هتعيش ازاي؟ حرفيا ولا هتقدر تعيش من الزومبي ولا هتقدر تعيش من البيئه الخداعه اللي بتبقى حواليك، حتى البشر ذات نفسهم وهم كمان بيبقوا عاوزين يقتلوك. الموضوع بيتحول من محاولة البقاء على قيد الحياة لمين مسيطر أكتر من التاني. بصراحة نسبة هروبي من المسلسل ده 2 من 10، بس المسلسل اللي جاي نسبة هروبي منه يعتبر شبه معدومة، وهو مسلسل تمام. المسلسل ده اغرب مسلسل انا شفته في حياتي كلها حرفيا بدون اي مبالغه. المسلسل ده بيتكلم عن طريق فيه شجره، طبعا اي حد دلوقتي ما يعرفش المسلسل وهيشوفني بقول طريق وشجره هيفتكرني معاق ذهنيا ولا حاجه، اللي هو فين الحلو في كده مش فاهم. بس لا، احب اقول لك ان الشجره دي لو انت شفتها قدامك بالصدفه فانت حرفيا ميت، مش هيبقى قدامك اي خيار تاني، عشان لو جربت بس تقرب من الشجره دي بيظهر غراب اسود بيقعد يصرخ طول الوقت بصوت عالي ومزعج. طبعا حد دلوقتي ممكن يجي ويقول لي طب ما يا علي، ما ممكن اي اتنين بيروحوا الجيم عندهم
عندهم شويه عضلات يشيلوا الشجره مع بعض ويرموها على جنب. يعني ايه الصعب في كده؟ مش فاهم. لا يا راجل صدقني انا كان نفسي الامور تبقى بالبساطه دي، عشان للاسف بمجرد ما الشجره دي بتظهر لك فانت حرفيا بتدخل في دوامه لا نهائيه، انت مستحيل تقدر تطلع منها، عشان لو انت حاولت تهرب انت هترجع برضه في نفس المكان. والمكان ده بيبقى عباره عن مدينه، ولكن مش زي اي مدينه، عشان لو جربت تتمشى فيها هتحس ان انت رجعت بالزمن للخمسينات ولا حاجه. البيوت كلها خشبيه وتحسها متهالكه، ما فيهاش غير كنيسه ومطعم صغير، وده بيبقى المكان اللي بيعملوا فيه اجتماعات، وبس كده مفيش اي حاجه تانية في المدينه. كل حاجه في المدينه دي تدل على ان الزمن وقف في المكان ده وان في حاجه فيها مش مظبوطه. والجزء المرعب في الموضوع لما الليل بيجي المدينه كلها بتبقى في حاله رعب، كله مستخبي في بيته، كله خايف، محدش بيجيله الجرأه اللي هو يخرج من بيته. وده عشان المدينه دي فيها نوع من الوحوش انت اول مره تشوفها في حياتك، لانهم مش زومبي، مش مصاصين دماء، هم حاجه غريبه ومش مفهومه. واكتر حاجه مرعبه فيهم ان شكلهم يهيئ لك ان هم بشر عادي، مستحيل تشك فيهم اللي هم اشرار او كائنات مرعبه. هتلاقيهم دايما لابسين لبس قديم، وغالبا بيبقى عباره عن لبس ممرضات او طلبه مدارس. بعدين لو شافوك هيقربوا منك اكتر واكتر واكتر لحد ما هتلاقيهم بيبتسموا ليك ابتسامه عريضه جدا من الودن اليمين لحد الودن الشمال. انا شخصيا لو جربت ابتسم كده ممكن فكي يتكسر. بعدين هينادوا عليك عشان هم اصلا بيبقوا عارفين اسمك وبيبقوا عارفين معلومات عنك محدش بيبقى عارفها في العالم غيرك انت بس. بصراحه عن نفسي لو انا ماشي في الشارع ولقيت حد بيبتسم لي بالطريقه دي حرفيا هفتكره مريض نفسي واهرب، هختفي من قدامه وافتح سبرنت واطلع بره الكوكب، مش هنزل من البيت تاني لمده 70 مليون سنه، عشان الوحوش دي بمجرد ما بتقرب منك بيتحولوا تحول غريب. ملامحهم بتتحول لوحوش مرعبه وكانهم شياطين لسه جايين من جزيره ايبست، فكهم بيتفتح 10 متر لفوق واسنانهم بتتحول لانياب غريبه. ممكن حد دلوقتي يجي ويقول لي يا علي طب ما ابسط حاجه ممكن تعملها اللي انت تجري، انت فعلا تقدر تجري بكل سهوله، عشان هم اصلا مش هيجروا وراك. مفيش ولا مره وحش من الوحوش دي جري فيها غير مره واحده بس. هم مش بيجروا عشان هم اصلا عارفين اللي انت محبوس في مدينه مفيش مهرب منها، انت كده كده ميت، فهم هيجروا وراك ليه؟ بس يا علي انا لحد دلوقتي مش فاهم السر المظلم اللي ورا المدينه دي، ممكن تفهمولي؟ انا فاهمك دلوقتي. كان في مدينه فيها سكان والحياه فيها ماشيه بشكل طبيعي، بس المدينه دي للاسف كان فيها كيان شرير، ممكن مثلا نعتبره كيان شيطاني. فسكان المدينه دي كانوا طماعين زياده عن اللزوم، فطلبوا من الكيان الشرير ده اللي هم يفضلوا خالدين في الحياه للابد. فالكيان الشرير ده طلب من سكان المدينه دول اللي هم يضحوا باطفال المدينه كلها مقابل اللي هم يعيشوا حياه ابديه. سكان المدينه طبعا كلهم وافقوا وضحوا باطفالهم كلهم عديمين الرحمه، ما عدا عيله واحده بس، عيله رفضت اللي هي تضحي بعيالها. في الاخر العيله دي ماتت وتمت التضحيه باطفالهم وبالغصب، يعني من الاخر اتضحك عليهم. فالاطفال دول مؤخرا بقوا يظهروا في المسلسل وبيختاروا ناس معينه بس ويقولوا لهم كلمه اسمها انكوي، ودي معناها تذكر. بس يعني علي تذكر يعني ايه برضه مش فاهم. بص الاطفال دي ارواحهم بتتنقل لناس معينه، منهم بنت اسمها تابيثا وجيد، ومش ارواحهم بس، ده كمان جزء من ذكرياتهم بيخلوهم يفتكروا حاجات معينه عشان يقدروا في الاخر اللي هم يحرروهم من اللعنه اللي هم فيها، لعنه الكيان الشرير. طيب الوحوش دول يا علي مصيرهم ايه بالظبط؟ مش هيموتوا يعني ولا ايه؟ في مره من المرات بويد اللي هو قائد المدينه قدر بطريقه معينه اللي هو ينقل دمه لدم وحش من الوحوش دول، وفعلا عمل كده. وبعد ما قتلوه وشرحوا الجثه بتاعته لقوه عادي انسان زي اي انسان تاني، عنده قلب ورئه وكليه، عنده كل حاجه، ولكن هنلاحظ ان هم مش شغالين اصلا، يعني هم حرفيا ملهمش اي لازمه. وبعدها بنلاقي ان الوحش اللي مات ده بيرجع يتولد تاني من اول وجديد، ولما بيتولد مش بيتولد زي اي طفل تاني، لا ده اول ما بيتولد بيكبر وبيكبر لحد ما بيرجع لحجمه الاصلي. يعني حتى لو انت قتلت وحش منهم هيرجعوا يتولدوا تاني بنفس الحجم، انت متخيل؟ بصراحه نسبه هروبي من المسلسل ده سالب مليار من 10. بس قول لي انت بقى لو في يوم من الايام ولقيت نفسك في المدينه دي كنت هتهرب ازاي؟ شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو ده لحد اخر، اعمل لايك لو لسه ما عملتش، اشترك عشان نوصل ل 70,000 مشترك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.